ثم ذكر مظهرا آخر من مظاهر ذلك، وهو ما آل إليه حال جماعة من النساء من تعظيم رؤوسهن، إما بجمع الشعر بعضه فوق بعض، أو بزيادة صوف أو نحوه فيه، أو غير ذلك. فكل ما كان فيه تعظيم للشعر وجمع له فوق قمته فهو داخل في هذا النعت المذكور في الحديث: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وقد فشى هذا في النساء كثيرا بطرائق عدة، إذا أفاض المفتي في تتبعها أتعب نفسه لتجددها، لكن يجعل الجامع له العلم بأن تعظيم الرأس وتكبيره بأي أمر أنه من جملة ما يدخل في هذا الوصف الدال على التحريم. فكل ما كان فيه تعظيم للرأس إما بجمع أو رد للضفائر أو إدخال صوف أو نحو ذلك كله من جملة ما يندرج في هذا.